بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا في الفيديو النهارده نعمل مع بعض غدا سهل وبسيط، مش هتقفي كتير في المطبخ. هنجمع كل حاجه على بعضها في طاجن وندخلها في الفرن، واقعدي بقى وريحي لحد ما الاكل يطلع جاهز من الفرن. هنعمل مع بعض النهارده فخاره لحمه اللي متصدره المنيوهات في كل المطاعم الكبيره. هعمل كمان معاها شويه مكرونه بالصلصه بطريقه حلوه قوي، هتطلع معاكي المكرونه بيرفكت، وطعم الصلصه فيها مميز جدا. الناس اللي بتشتكي ان المكرونه بالصلصه بتطلع ملهاش طعم. اول حاجه كده هقطع شويه خضار، هم دول اللي هنسوي فيهم اللحمه النهارده. مش هحط عليها اي ميه، هتستوي في السوائل اللي نازله من الخضار ده. ادي نص كيلو طماطم، نص كيلو بصل، فلفلتين 3 اخضر على اصفر على احمر، فلفل الوان. يعني لو مش عندك فلفل الوان مش اساسي، حطي فلفل رومي على فلفل حامي او فلفل رومي، بس الفلفل المتاح عندك. هحط عليهم كمان جزرتين مقطعهم شرايح رفيعه كده، وهحط عليهم راس توم صغيره متقشره ومحطوطه الفصوص بتاعتها سليمه، مش هنقطعها ولا هنهرسها ولا هنضربها في الخلاط. ممكن تحطي كمان بطاطس وكوسه واي خضار انت بتحبيه في الطاجن، بس انا النهارده هعمله مع مكرونه ومش هعمل جنبه رز، فمش محتاجه الخضار ده كله عشان ما يترميش خساره. قطعت الخضار كله شرايح كده، والبصل كمان قطعته شرايح، ما خرطتوش في الكبه، قطعيه على ايدك كده شرايط عشان يستحمل السوا في الفرن. هنا اللحمه اللي هحطها في الطاجن دي حته من عرق فليتو، انا اخدتها كده شرايح. اللحمه دي بتبقى خشنه جدا، ملهاش حل في التسويه غير ان انت تكمريها في طاجن في الفرن. هو الطريقة دي الوحيدة اللي بتدوب الأنسجة الخشنة دي وبتخليها تدوب معاكي وبتبقى جميلة جدا. أي طريقة تانية في التسوية بتخليها تشد وتجلد معاكي. في بولة بقى وهنجمع الخضار اللي قطعناه، البصل والجزر والطماطم والفلفل الألوان، وهتبل بقى الخضار ده كله مع بعضه كده، أقلبه في بعضه وأتبله تتبيلة حلوة. أحط عليه كمان شوية بصل، أنا مقطعة تقريبا حوالي نص كيلو بصل، خدت شوية وسبت شوية على جنب. هحط معلقة ملح كبيرة، معلقة حلوة كده، معلقة أكل، نص معلقة شاي فلفل أسمر، نص معلقة كمان من الكركم، نص معلقة بابريكا، نص معلقة من السبع بهارات. هي دي تتبيلة اللحمة النهاردة، ما تحطيش بقى الحاجات التانية. أنا عايزة أطلع طعم اللحمة لوحده ومش شارب بهارات كتير، والبهارات مضيعة طعم اللحمة. رشة زيت وبإيدك بقى وعصري الخضار ده كله في بعضه. شايفة أنا بدعك فيه إزاي جامد بقى بإيدك كده، ودعكي الخضار ده كله، خليه ينزل كل السوائل اللي فيه مع التوابل، عشان زي ما قلتلك إحنا هنسوي اللحمة في السوائل بتاعة الخضار بس، مش هنحط عليها أي مية. شوية البصل اللي شلتهم قلتلك عليهم خدتهم بقى في بولة تانية وحطيت عليهم اللحمة، وهقلب اللحمة مع البصل وهديهم كمان توابل زي اللي حطيناها على بقية الخضار. رشة ملح، رشة فلفل، رشة بابريكا، ورشة كركم، وأحط عليهم كمان شوية من الصوص ده صوص الويسترشاير صوص حلو جدا يا بنات، وبيدي اللحمة ريحة حلوة قوي. بس لو مش عندك ممكن تحطي بداله معلقتين خل، بس حاولي تشتري الصوص ده، فعلا بينقل طعم اللحمة لحتة تانية خالص. بقلب بقى اللحمة مع البصل، وانا بقلب برضو ايدي كده بتعصر في البصل عشان ينزل السوائل بتاعته واللحمة تشربها ويديها ريحة حلوة. لو عندك وقت اركني اللحمة مع البصل مع التوابل كده في البولة دي لوحدها، اركنيها ساعتين 3 كده قبل ما تحطيها في الطاجن. ما عندكيش حطيها في الطاجن وهنسوي على نار هادية، هتلحق تتبل وتشرب من ريحة التوابل والخضار اللي معاها. معايا هنا الطاجن بقى اللي هنسوي فيه. لو عندك الفخارة بتاعة المطاعم الطويلة دي حطي فيها، بتسوي اللحمة حلوة قوي برضو. والطاجن ده كمان، الطاجن اي حاجة فخار هتحطيها في الفرن هتهري الحاجة اللي جواها. في قعر الطاجن كده وفردت معلقتين سمنة. لو انت من الناس اللي بتحب الليا ممكن تحطي حتتين ليا كبار في قعر الطاجن، بتدي برضو ريحة حلوة قوي للحمة. وهنزل بقى على السمنة دي بنص كمية الخضار، يعني حطي نص الخضار تحت اللحمة ونص الخضار من فوق اللحمة. انا حطيت النص اهو في قعر الطاجن، وبفرده بالمعلقة كده وببططه في قعر الطاجن عشان يحمي اللحمة ان هي ما تتلسعش. وحطيت عليه اللحمة بالبصل بكل توابلها، انزلي بيها كده على الخضار في الطاجن واضغطي بايدك، دخلي كل حاجة في بعضها. وبعد كده هنزل عليها من فوق ببقية الخضار بميته بتوابله بكل حاجة. خلاص كده الطاجن بتاعنا بقى جاهز. دلوقتي في المرحلة دي حابة تعملي حتة عجينة، شوية دقيق وشوية مية وملح وتغطي الطاجن بيها، هتبقى حلوة جدا معاكي. انا ما بحبهاش. هاتي الخضار من فوق من على الوش كده رشة زيت بسيطة عشان بس لما يطلع معايا من الفرن يبقى بيلمع الخضار كده، مش لونه مطفي ووحش. انا هحط عليه ورقة زبدة بلتها في المية كده وكرمشتها بايدي، وبغطي بيها وش الطاجن، وخلي ليها حروف كده نازله على جسم الطاجن عشان تكمري كل الحراره جوه الطاجن فتسويلك اللحمه كويس. وغطيته برده بالغطا الفخار بتاعه، وهدخله بقى على الفرن. لو انت قايمه من بدري كده ومعاكي وقت حطيه على اهدى درجه حراره في الفرن عندك، على درجه 180 اللي بنسوي عليها الكيك، وسيبيها بقى في الفرن ونسيها. حتى لو انتي مش سايبه اللحمه مع البصل تتبل، هتتبل وهتشرب من كل الصوصات اللي نازله عليها من الخضار ومن البصل، وهتستوي وتطلع معاكي دايبه زي الزبده. ولو انتي قايمه متاخر وحابه تعملي الطاجن ده مفيش قدامك وقت كتير، هنعلي درجه الحراره بتاعه الفرن لحد الطاجن ما يبدا يغلي ويبقبق كده من كل حته، وتروحي موطيه برده النار على اهدى درجه حراره
وتسيبيه ساعتين 3 في الفرن، هيستوي معاكِ برضه حلو جدًا. بس أنتِ كل ما سويتِ اللحمة في الطاجن على درجة حرارة قليلة والمدة طويلة، كل اللحمة ما بتطلع معاكِ حلوة أوي. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي شوية مكرونة بالصلصة. معايا حلة بتغلي على النار، فيها مَيّة بتغلي، وخلّي مَيّة المكرونة كتير جدًا عشان ما تعجنش منِّك. المَيّة تغلي، باحط لها معلقتين كبار ملح، معلقتين 3 كده زيت، وبانزل بكيس المكرونة. أنا عن نفسي باسلق المكرونة سليمة، لو أنتِ بتحبي تكسريها كسريها، وما تزوديش مدة السلق بتاعة المكرونة، آخرِك 7، 8 دقايق بالكتير، ما تكتريش عن كده عشان المكرونة ما تعجنش منِّك، غير إن هي بتشرب مَيّة وبتموّع وما بيبقاش ليها طعم. أنا باسويها 7، 8 دقايق، وباحب الندغة اللي بتبقى في المكرونة دي، ما باحبهاش مهرية ومعجنة في البُق كده. وباصفّي المكرونة وباركنها بقى لمّا نعمل الصلصة بتاعتها. وهنعمل دلوقتي أحلى تسبيكة مكرونة دُقتيها في حياتِك. حلة فاضية على النار، وهنحط فيها شوية زيت، حوالي ربع كوباية زيت كده، ما تحطيش أي سمنة على المكرونة ولا زبدة ولا الكلام ده كله، حبة زيت نضيف وحلو كده. وهنحمّر فيه بصلاية متوسطة متقطعة أو متخرطة تخريط ناعم، خلّي البصلاية تاخد لون معاكِ حلو كده، يبقى بني غامق زي بصلة الكشري. بعد البصلاية ما بتلون معايا بانزل عليها بالطماطم، حطي شفشق طماطم معصور ومتصفي كويس جدًا بمصفى ضيقة، ما تخلّيش في الطماطم بتاعة المكرونة لا بذر ولا قشر. واضبطي بقى أحياء الصلصة، نُص معلقة أكل كده ملح، نُص معلقة صغيرة خالص فلفل أسمر، ونُص معلقة كمون. أنا حطيت الصلصة بتاعتي كانت متسبكة ومحطوطة في الفريزر. أنا باسبك الطماطم وباشيلها في الفريزر. لو أنتِ الطماطم بتاعتِك فريش هتسيبيها نُص ساعة، ساعة إلا ربع بالضبط لحد ما تتسبك معاكِ. في آخر لحظة كده، في آخر غلوة، أنا باحط قرنين فلفل حراقين عشان أنا عندي أطفال ما باحبش الصلصة تبقى حراقة، باحطهم سُلام. خلاص الصلصة بتتسبك معايا، بانزل عليها بالمكرونة، وما تخلّيش في وقت بين سلق المكرونة وبين إن أنتِ تنزلي بيها على الصلصة. يعني ما تسلقيش المكرونة من بدري وتسيبيها مركونة بقى لمّا تيجي آخر اليوم تعملي التسبيكة وتحطيهم على بعض. لأ، خلّي المكرونة اسلقيها قبل ما تنزلي بيها على الصلصة على طول. دي بتدّيكِ نتيجة أحسن في المكرونة، ما بتخلّيهاش تعجِّن، ولا المكرونة وهي مسلوقة بتلحق تلزق في بعضها وتبقى طالعة ملزقة في بعضها كده وطالعة حتت معاكِ. معاكِ 3 تريكات دلوقتي تعمليهم في المكرونة. أول حاجة إن أنتِ ما تزوديش عليهم مدة السلق. تاني حاجة إن أنتِ ما تسلقيهاش وتركنيها وتيجي بعد ساعتين 3 تعملي لها التسبيكة بتاعتها وتحطيهم على بعض، هتلاقيها لزقت مع بعضها، وعشان تقلّبيهم وتدخّليهم في بعض هتتكسر منِّك. خلاص كده الغدا بتاعنا بقى جاهز، المكرونة جاهزة معايا أهي. هاطلّع بقى الطاجن من الفرن، وتعالي شوفي أحلى طاجن لحمة في الفرن شُفتيه في حياتِك. الطاجن طلع من الفرن أهو، مطلّعاه بقى له شوية على الرخامة ولسه بيغلي وبيبقبق. ودي ميزة الفخار، إن أنتِ ممكن تطفي عليه وتسيبيه في الفرن يقعد يبقبق كده نُص ساعة كمان على ما يبرد. شايفة بقى اللحمة طالعة عاملة إزاي؟ سِبتها بس ساعتين، ساعتين بالضبط. يعني لو طوّلتِ عليها سِوَى أكتر من كده مش هتعرفي تمسكيها بالشوكة. اللحمة مستوية ودايبة وماسكة نفسها برضه. يعني بُصّي أنا هاحط الشوكة فيها عاملة إزاي، بتتفتفت قدامِك أهي، مش مستحملة حتى الشوكة تدوس فيها. حتة لحمة خشنة ما لهاش تسوية غير الطريقة دي عشان تطلع معاكِ حلوة وتقدري تاكليها. وأدي المكرونة بتاعتنا جميلة، لونها تحفة. البصلة المتحمرة دي بتدّي الصلصة لون جميل جدًا، غير إن طعمها في المكرونة تحسي إن أنتِ بتاكلي حاجة ليها طعم كده. باحب أنا الحاجات اللي بتتحط على بعضها في طاجن في الفرن أو في صينية في الفرن، تقعدي بقى وتريحي لحد ما الأكل يطلع جاهز معاكِ في الآخر. بس كده يا حبايبي، ده الغدا بتاعي النهارده. عملت طاجن لحمة في الفرن بالخضار، وعملت جنبه مكرونة. ممكن تعملي انتِ رز بشعرية أو رز حبة بحبة، وتزودي على الخضار اللي حطيناه كمان بطاطس أو كوسة زي ما تحبي. لو عجبتِك أي حاجة من اللي عملتها النهارده جربيها واكتبي لي رأيِك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.